ازاي؟ ده حتى ما كملش 8 سنين. ده انا الفترة دي قضيتها بتمرن وما وصلتش لكده حتى. لازم نوصل لسبب منطقي. اعتقد ان انا وصلت له. الاطفال والمراهقين اللي عندهم عضلات جباره تسمع كلام كتير قوي في الموضوع ده. تعالى اجيب لك خلاصه اسابيع من التدوير في اقل من دقيقتين. فبدون اللجوء في تفاصيل تعالى نبدا باول حاجه. العامل الوراثي جين الاي سي تي ان 3. السبرينتر جين ده بيصنع الالفا اكتين. ده نوع بروتين بيعزز بناء الخلايا العضليه من النوع فاست تويتش، بيبنيها بشكل اسرع واقوى من المعدل الطبيعي، بالتالي زياده في الكتله العضليه والحجم والقوه. تاني حاجه بروتين المايستاتين. بروتين المايستاتين متشال على ام اس تي ان جين، واقف بوابه على العضله. تيجي تكبر زياده عن اللزوم عامل لها ليميت للحجم ولعدد الالياف، بالتالي اي تحور في الجين بيأثر على المايستاتين بالزياده او النقصان، بالتالي بيطلع لنا خلل زي ده. ثالث حاجه وجود الياف عضليه من النوع فاست تويتش اكتر من اخواتها في جسمك بيديلك فرصه اكبر للقوه وللحجم. رابع حاجه وجود هرمونات مشابهه لهرمون الانسولين في الاطفال بيساعدهم على النمو، في البالغين بيعزز عمليات الايض. سيبك من اللي بيتكلم ده وتعالى اشرح لك عمليات الايض باختصار. هي عمليات الهدم والبناء، تكسير الجزيئات الاكل الكبيره الى جزيئات صغيره، واستخدام الجزيئات الصغيره دي في تكوين خلايا جسمك بانواعها. بالتالي اي تحول في الجين يخلي الهرمون ده يتفرز بشده هيأثر على البناء العضلي، والموضوع ما بيقفش على كده. قدرة الجهاز العصبي على تجنيد الياف عضليه اكتر، نسبة هرمون الذكوره واشباهه، والبيئه اللي نشأ فيها الطفل من اكل وحركه ورياضه وبيئه سويه.